بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. هذا البرنامج كنا نتحدث فيه عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حاله في فرحه، وحاله صلى الله عليه وسلم في حزنه، وكذلك كنا نتكلم عن مواقفه عليه الصلاة والسلام لأنه هو القدوة. ثم دخل علينا عام هجري وهو عام 1445. مع بدايته كنا قد بدأنا في شرح السيرة النبوية العطرة من خلال خرائط تفاعلية أو خرائط توضيحية، ودخلت علينا أيضا أثناء ذلك مواسم الانتخابات في تركيا، وبعد ذلك موسم الزلزال، والله المستعان. صح أن أسميه موسما، لكن ابتلاء بالزلزال، وكذلك أيضا ابتلينا بمعركة الطوفان، هذه المعركة العظيمة، فتوقف البرنامج وتشتت الذهن بين هذه الأمور التي ابتليت بها الأمة. ولا يصح حقيقة من المسلمين ومن الدعاة إلى الله عز وجل أن يروا هذه المواقف فلا يتحدثوا عنها أو فيها، ويكون لهم مواقف ويكون لهم بيانات. فبالتالي تأخرنا كثيرا في موضوع شرح السيرة النبوية من خلال هذه الخرائط التوضيحية. اليوم سنعود إن شاء الله إلى توضيح إلى الإكمال وتوضيح هذه الرسائل أو هذه الخرائط لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باختصار. قبل ذلك مشاهدي الأكارم، أقدم أحر التعازي وأغلاها للمسلمين عامة وللمجاهدين خاصة ولحركة حماس في فقيد الأمة المجاهد القائد الشيخ صالح العروري، سائلين الله تعالى أن يتقبله شهيدا، وأن يلحقه منازل الشهداء، وأن يجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ففوجئنا وفوجئنا بالتصفية لهذا القائد العظيم من قيادات حركة حماس المقاومة الفلسطينية، وأحد المجاهدين الكبار، فرحمه الله رحمة واسعة. وهكذا المقاومة الصادقة والحركات الجهادية المؤمنة تدفع بأغلى ما لديها من القيادات ومن المجاهدين الكبار، وهذا فيه رد على الذين يتهمون القيادات الجهادية بأنهم يسكنون الفنادق الفارهة وأنهم يتمتعون بالراحة، بينما الجنود الصغار يقومون بالمقاومة الجهادية الباسلة أمام الصهاينة. هذا كلام غير صحيح، بل هذا الاستشهاد الذي رأيناه والاغتيال الذي رأيناه للشيخ صالح العروري ومن كان معه من المجاهدين أيضا، نعزي أهاليهم ونسأل الله تعالى لهم الشهادة، فإن ننسى ولا ننسى أيضا نعزي أهالي هؤلاء الشهداء وجميع من استشهد في معركة الطوفان. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء، وكذلك نسأل الله تعالى أن يتقبل شهداء فلسطين منذ عام 48 حتى يومنا هذا. فالتعزية تقدم إلى هيئة علماء فلسطين أيضا، وأخص بالذكر فضيلة الشيخ الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين من هذا المنبر
منبر قناة سلام أقدم تعازي وتعازي العلماء في رابطة علماء إريتريا لجميع العاملين في هيئة علماء فلسطين، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا الطريق العظيم. مشاهدي الأكارم، اليوم سنتحدث عن غزوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه بعد أن بنى مسجده وبنى حجرتي عائشة وسودة اللتان قد هاجرتا معه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد تزوج بعد بقية نسائه، فأول ما دخل المدينة بنى مسجده ثم بنى حجرتي عائشة وسودة. وبعد ذلك قام صلى الله عليه وسلم ببناء جسر الأخوة والمحبة بين المؤمنين، فآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار حتى جعلهم يتوارثون. وهذا الأمر أمر مهم غاية في الأهمية جدا، فبناء الأخوة الإسلامية بين أطراف المسلمين وبين جهاتهم وبين أيضا أماكنهم وبين قبائلهم من الأهمية بمكان، حتى تتمكن من إقامة دولة إسلامية تقوم بالواجب. فها هو صلى الله عليه وسلم يقيم هذه الدولة، وأول ما وصل آخى بين المهاجرين والأنصار لعظم هذه القضية، وجعلهم أيضا كما ذكرت يتوارثون. بعد ذلك، بعد أن أكد هذه الأخوة، يا ليت أيضا المسلمون يفهمون هذه القضية فيحصل بينهم التآخي والتآزر والتعاون على البر والتقوى. يعني أنا أخاطب جميع الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة الإسلامية من أهل السنة والجماعة، ينبغي عليهم أن يبنوا فيما بينهم الأخوة، وأن يقووا هذا الجانب حتى لو اختلفت الأفكار، حتى لو تباينت الآراء، فإن نحن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد. نختلف في بعض المسائل، لكن هذا الإطار العام يجمعنا ولله الحمد، فيجب علينا أن نكون فعلا كما وصفنا الله عز وجل في كتابه العزيز: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ينبغي علينا أن نؤكد هذا المبدأ، لأن بغير هذا المبدأ، بغير هذا التآخي، لا يمكن لنا أن نتقدم إلى الأمام ويعني ننتهي أو نحارب العدو أو نقاتله. فقبل أن يقيم صلى الله عليه وسلم ويبدأ في معاركه وغزواته، أسس الدولة الإسلامية على الأخوة والمحبة والتراحم والتعاطف، وقد ضرب الصحابة في هذا المبدأ أروع الأمثلة. فهذا أنصاري يتنازل عن إحدى زوجتيه إلى عبد الرحمن بن عوف ويعطيه نصف ماله. هكذا بلغ الصحابة من الأخوة والتفاني لخدمة هذا الدين وتقديم أحب ما لديهم من الأمور الشخصية. بلغوا حقيقة أبلغ يعني أروع وأحلى وأغلى المقامات في هذا الباب، وهذا يدلك على صدقهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. إذن لما صدق الصحابة رضوان الله عليهم وقدموا محاب الله على محب أنفسهم، فهانت عليهم الدنيا من ملذاتها وشهواتها من الزوجات والأموال وغيرها إلى مرضاة الله عز وجل. فهنا تأكد للنبي صلى الله عليه وسلم
أن الساعة قد بدأت في قيام الغزوات وقتال العدو الذي يصد عن سبيل الله ويعتدي على المؤمنين ولا يريد هذا الخير أن ينتشر. فقام صلى الله عليه وسلم كما سنلاحظ في الشاشة بعدد من الغزوات، وكان يهدف بهذه الغزوات إلى كسر شوكة وهيبة قريش التي حاربتهم، وما كان متوجها لحرب القبائل الأخرى التي هي كانت مسالمة معه أو لم تعاديه، إنما كان مركزا صلى الله عليه وسلم على قريش التي حاربته وقتلت من أصحابه وتسببت في هجرانه من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتريد أن تصد عن سبيل الله عز وجل. وهذه شاشة أمامكم مشاهدي الكرام، هذه المدينة المنورة، وهذه الخطوط تبين مسار الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه، والتي أيضا أمر بها من السرايا. وكما نلاحظ هنا شاشة ويعني اللوحة تبين لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة كان من أوائل الأعمال التي قام بها ليثبت دعائم الدولة الإسلامية الوليدة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار حتى ورث بعضهم بعضا، وكتب معاهدة بينه وبين سكان المدينة من غير المسلمين. فلما استتب له الأمن توجه صلى الله عليه وسلم لإقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله والدفاع عن حياض الدين القويم، فبلغت غزواته صلى الله عليه وسلم 28 غزوة. في عدد الغزوات هناك خلاف بين العلماء وأقوال كثيرة في عدد غزواته، لكن أقوى هذه الأقوال أنها 28 غزوة أو 27 غزوة، وعلى الراجح من قولي العلماء. وحصل القتال في 9 منها، و19 غزوة انتهت بعضها بالصلح وبعضها بفرار الأعداء، وبلغت سراياه 38 سرية. كل ذلك كان في 8 سنوات ابتداء من السنة الثانية وحتى رجب في السنة 9 من الهجرة. وقد أحصى بعض المؤرخين عدد القتلى بين المسلمين والمشركين فبلغ 1018 قتيلا فقط، يعني مجموع الحرب التي حصلت في معارك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين خلال 8 سنوات أو قل 10 سنوات 1018 قتيلا. وهذا العدد القليل حينما تقارنه أمام قتلى حتى هنا الآن في معركة طوفان تجده يعني قد فعلا سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وتجاوز وتحقق فيهم، تجعل فيها من يفسد فيها ويقتل. الآية الكريمة في سورة البقرة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحرص على القتل بقدر ما يحرص على نشر الدعوة ومقاتلة من يصد عن سبيل الله. هذا العدد الكامل 1018 رجلا بين قتيل وبين شهيد، فالذين ماتوا من الشهداء 259 شهيدا، والذين قتلوا من المشركين 759 قتيلا مشركا. وهذا يدل على سعة رحمة الله ورحمة هذا الدين وعلو منزلته، إذ لم يكن هدفه سفك الدماء ولا الإكثار من القتلى، بل كان هدفه الأسمى أن يعبد الله وحده لا شريك له، فصلوات الله وسلامه عليه. طيب نشاهد الآن الغزوات شملت طبعا شبه الجزيرة العربية كما تلاحظون. فأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة بدر الكبرى. هما غزوتان، الصغرى والكبرى. الكبرى هي التي حصل فيها في سنة 2 من الهجرة، وحصلت فيها معركة قوية تسمى معركة الفرقان، وفيها تضرع النبي صلى الله عليه وسلم
إلى الله عز وجل. وهنا تحقق نصر الله تبارك وتعالى، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قريش لما جاءت من مكة المكرمة زحفت ب1000 رجل، ومعهم يعني العتاد والعدة، وكانوا أكثر عدة وأكثر عتادا من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة المنورة ومعه 314 رجلا، واتجه صلى الله عليه وسلم باتجاه بدر. وهنا وقعت المعركة كما قلت لكم، واستغاث النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث الصحابة بالله عز وجل. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وبالفعل نزلت الملائكة وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صاحب حق عليه الصلاة والسلام، وعمل بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كما أن المجاهدين في غزة أذن لهم بالقتال وأنهم ظلموا، وأن الله وحده لا شريك له على نصرهم لقدير. فهو قادر أن يقيم دولتهم وأن يمكنهم وأن يعطيهم ما دامهم على الإسلام ويريدون التحرر بطاعة الله تبارك وتعالى وبالاستقامة على دينه والبعد عن المخالفات العقدية والبدع والخرافات. فبالتالي إذا حققوا عبودية الله نصرهم الله. وهذا الذي يا إخواني ما نشاهده اليوم من النصر المؤزر لهم. لم تستطع لا قوة أمريكا ولا قوة الغرب ولا غيرهم ولا الجيش الذي لا يقهر زعما، ما استطاعوا أن يقضوا على مجاهدين في حركة حماس أو في حركة الجهاد الإسلامي عز الدين القسام أو سرايا القدس. لم يستطيع هؤلاء اليهود أن يفعلوا شيئا، وإنما فقط نالوا من بعض المجاهدين وبعض القادة، وهذا أمر طبيعي وفيه خير كثير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا رد على الذين يقولون إذا ليس لديكم إمكانيات من العدة والعتاد فلا تقدموا على قتال الأعداء. هذا فيه رد قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج ب314 رجلا وهؤلاء كانوا 1000. فهذه الغزوات وهذه السيرة العطلة ترد على هؤلاء ردا قويا. كذلك في غزوة خندق، هنا غزوة الخندق يعني تكالب الأعداء من كل جهة، وكان عددهم أكثر من 10,000 مقاتل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 3000. هنا لو عندنا زوم كنا نبين لكم موقعه بالضبط. فحصل هنا أيضا معركة الأحزاب، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر أكثر من شهر، وأنزل الله عز وجل جنودا وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى ونصر عباده المؤمنين. فهل النبي عليه الصلاة والسلام ألقى بنفسه في التهلكة كما يقولون ويزعمون؟ وهل ترك لهؤلاء المجرمين من كفار قريش وصناديدهم للدخول إلى المدينة، أم قاوم صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته وأخذ بمشورة سلمان الفارسي وخندق خندقا، ثم أمر الصحابة أن يحفروا الخندق، وأخذ الفكرة للخندق، ثم أمر الصحابة أن يحفروا خندقا طوله 2,500 متر وعرضه 7 أمتار في عمق 4 أمتار، حتى قام القتال بينهم، فلم يتمكنوا أن يدخلوا المدينة المنورة لوجود الخندق. على كل حال، الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي بالصحابة إلى التهلكة، بل التهلكة الحقيقية أن يستسلم. فلو استسلم وترك لهم المقاومة لدخل هؤلاء ولو عثوا في الأرض فسادا، لكنه قاوم صلى الله عليه وسلم هذا التحزب. هذا أيضا رد على هؤلاء.
هؤلاء المشركين كان عددهم 10,000 مقاتل، ولديهم حقيقة من المهارة في القتال، وأتوا بأقوى وأشجع العرب، وأتوا بسيوفهم وأتوا بخبراتهم، ولكنهم ما استطاعوا، لأن الله ناصر عباده. فكيف يقال إذن أنتم يعني إذا كنتم في قلة العدد والعدة فلا يمكنكم أن تقاوموا دولة كإسرائيل لديها إمكانات؟ قاوم، رأينا وشاهدنا 3 أشهر نحن نتابع، قاوم هؤلاء المجاهدون، وبالفعل هناك حصلت حقيقة قرح، حصل قرح في المؤمنين، وحصل خسارة كما حصل في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هزم عليه الصلاة والسلام في معركة أحد. في معركة أحد قتل من خيار رجالاته صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، كما قتل يعني قبل يومين من خيار رجالات حماس الشيخ صالح العروري. هكذا الحياة، يعني إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ترجون من الله ما لا يرجون. مات مصعب بن عمير، مات جعفر بن أبي طالب في غزوة تبوك. نعم، غزوة تبوك الأولى مات فيها جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحمل بعد ذلك الراية خالد بن الوليد. هكذا الصحابة استشهدوا وقتلوا من أجل الله في الله. فلا غرو أيضا أن يموت صالح العروري وغيره، وربما يكرم الله عز وجل أيضا بقية القيادات فيموت قائد ويأتي الله عز وجل بقيادات أخرى أيضا قوية تسير على هذا المنهج. فهذا الدين لا يموت أبدا ولا ينتهي. إذن هذه المقولة المزعومة الخاطئة بأن إذا كانت يجب أن يكون هناك توافق في العدد والعدة، هذا كلام غير صحيح، بل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. من قرأ التاريخ من أوله إلى آخره، متى كان عدد المسلمين أكثر؟ في أي معركة؟ لما كان عددهم في غزوة حنين. أين حنين؟ هنا نبحث عن حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لما كان عددهم هنا 12,000 قال أحدهم والله اليوم لا نغلب من قلة. فهل كنتم سابقا تغلبون من قلة؟ هل غلبتم من قلة؟ ألم يمكنكم الله في بدر وأنتم أذلة؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كيف هنا تقولون بأن اليوم ستنصرون بكثرة؟ هل هزمتم لأنكم قلة؟ يعني ألم ينصركم الله عز وجل في الخندق وأنتم قلة، ونصركم في بدر وأنتم قلة، وفي جميع الغزوات كانت معظم الغزوات الصحابة قلة. وهنا في غزوة حنين أعجبوا بكثرتهم، فقال الله عز وجل عنهم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذه دروس مشاهدي الأكارم، وهذه حقيقة مواقف عظيمة. هنا كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وفر بعض الصحابة، لولا أن الله عز وجل أنزل سكينته وطمأنينته وقوته وثبت رسوله ومن حولهم، وبدأ الصحابة ينادون بعضهم بعضا، فبعد ذلك عاد الإيمان لقلوبهم وثبتوا ونصرهم الله تبارك وتعالى. هذه الأمة يا إخواني لا تنصر بقوتها وعتادها، إنما تنصر بقوة إيمانها وبقوة طاعتها إلى ربها. هذا الذي قرأناه في التاريخ، وقرأنا وتتبعنا سير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقف عظيمة الآن لا يتسع المقام لذكرها. لكن الجهاد الحقيقة، الجهاد في سبيل الله يكون دائما مشاهدي الأكارم بالطاعة. قال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
كل ما عبدت الله وحققت الإيمان في قلبك نصرك الله، كما أن الله عز وجل نصر عباده في غزوة خيبر وقضى على اليهود تماما، وتتبعهم الصحابة رضوان الله عليهم حتى أخرجوهم من جزيرة العرب. هذا موجود في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا هو الواجب من الإيمان بالله ومن الاستقامة على طاعته. فمن يقول مشاهدي الأكارم بأن العدد والعدة يجب أن تكون متكافئتان مخطئ، وإنما الواجب علينا أن نكون مؤمنين صادقين كما قلت لكم. فإذا تحقق لنا الإيمان وتحقق لنا الطاعة والاستقامة حصل لنا النصر. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمتتبع للتاريخ الإسلامي والكفاح المسلح والجهاد في سبيل الله يدرك هذا تماما، ويدرك آيات الله عز وجل تتنزل. فكم رأينا من معارك سابقة من الدولة الأموية ثم العباسية ثم دولة المماليك وغيرها، حتى وصلنا إلى دولة الخلافة العثمانية، إلى أن وصلنا أيضا في معارك أفغانستان، في معارك الصومال، في البوسنة والهرسك، ورأينا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا يعني ما حصل من عدم تقدم بعض الحركات الجهادية، لو راجعنا أنفسنا نجد أن السبب هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ووجود حقيقة أسباب من المخالفات الشرعية التي تمنع حصول نصر الله تبارك وتعالى، لا لأن الأعداء هم أقوى، لا لأن الأعداء هم أكثر، ليس هذا، وإنما لأننا لا نستحق النصر من الله تبارك وتعالى. اليوم نحن نشاهد ما يقومون به أهل غزة من الطاعة والاستقامة، ومن تقبل قضاء الله وقدره، ومن الاستشهاد في سبيل الله والفرح بذلك. هذه من الأسباب التي بإذن الله ستكون سببا في زوال دولة إسرائيل. إذا أراد الله عز وجل أن يحقق نصرا هيأ أسبابه، وها نحن نرى قائدا عظيما مثل الشيخ صالح العروري يقتل في سبيل الله، وشاب من حفظة كتاب الله يموت ساجدا، وأخت أخرى تقتل في سبيل الله، وطفل وأم وشيخ، كل ذلك تذهب دماؤهم رخيصة في سبيل الله ومن أجل بيت المقدس. فحين ذلك سينزل النصر بإذن الله. أشكركم على حسن المتابعة، وأعتذر منكم على ضعف المعلومات. الحقيقة الذهن مشتت، لا ندري عن ماذا نتحدث، فنستغفر الله ونتوب إليه.